السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده تعود علينا الايام بخير جميعا. بصوا بقى المطبخ، انا بعتذر عن المنظر ده، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس طبعا ده ايه بعد العزومة. فقلت بقى ايه اديكم طاقة كده وتقومي برضو تخلصي كل اللي وراكي. عايزة اقول لكم بجد الفيديو النهاردة كله طاقة وحيوية ونشاط. بجد بجد هتقومي تخلصي ان شاء الله كل اللي وراكي. فاستعيني بالله كده، ولو وراكي اي حاجه كده بعد الفطار ما تكسليش، اوعي تكسلي بجد. يعني عارفه لما هتقومي كده تخلصي شويه المواعين هي منها حركه، يعني ايه عشان ما ناكلش بقى ونقعد وننتخ وكده، لا يعني قومي كده ايه خلصي كده اللي وراكي كده، لو حتى حبة مواعين كده بتاعه الفطار. طبعا احنا يعني احلى حاجة انك انت قبل الفطار وانت قبل ما تجهزي الفطار كده تكوني مخلصة كل حاجة ومصبنة كل المواعين. يبقى المواعين بعد الفطار يا دوبك على قد كده الايه اللي هو الاطباق واللي هي الحاجات اللي هي اللي انت فطرتوا فيها وخلاص. فصدقيني بجد هي كده بتبقى اريح بكتير، وفي نفس الوقت مش هتبقي شايلة هم ان انت هتقومي وتصبني وتبقي متضايقة، لا. فحاولي على قد ما تقدري كده خلصي كده كل اللي وراكي كده، يعني ايه قبل الفطار، وان شاء الله بعد الفطار هتلاقي الدنيا سهلة معاكي. المقصود بقى هنا بصوا، انا بدأت معاكم بالترابيزة، قلت لازم اروق الترابيزة حلوة قوي عشان اعرف احط عليها اللي هي الصفاية بتاعت الاطباق والحلل وكده. يعني انا عايزه اقول لكم هي مش هتكفي معايا طبعا، وهحط فوطه كده برضو عشان اعمل عليها برضو اصفي عليها، لان ما شاء الله زي ما انتم شفتوا كده الحله بتاعت الرز والحلل، لان ما شاء الله دي كانت عزومه عندي في البيت، وكان ما شاء الله اكل كمان عمال، فكان الحمد لله. يا رب يا رب يديمها عنا نعمه ويدينا الصحه جميعا ويقوينا، وبجد يا رب ما يقطع لحد عاده ابدا ابدا ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. صدقوني بجد هي عوايد كده بتحسوها حلوة قوي، يعني بجد فكرتها عارفين اللي هي اللمة وكده، بتحس انك بتستني رمضان اصلا عشان كده حلوة قوي. فيا رب ما يقطع لنا عادة ابدا. فبص بقى هنا لما عملت ايه، مسكت بقى على الرخامة لمعتها تلميعة حلوة جدا، والحلل برضو ففضيها في حاجات كده اللي هي يعني حلل صغيرة، اللي هي حافظات اللي هي بتاعت الأطقمة اللي هي الأطقمة اللي هي بتاعت الحافظة بتاعت التلاجة وكده، بحيث ان انا ايه اخف على نفسي. زي ما انتوا شفتوا كده كانوا حبة محشي على حبة رز قاعدين، يعني عايزه اقول لكم انا تاني يوم الحمد لله ما عملتش اكل. فالحمد لله، يعني عايزه اقول لكم بواقي العزومه دي بتبقى حاجه جامده على فكره، مش بتبقى هينه، يعني بتبقى ما شاء الله بقى اللحوم برضو وكده، لانه قاعد برضو منها، فالحمد لله. ف يعني حرام ان انا هعمل تاني اكل وفي اصلا عندي. فهنا بقى بصوا كنت لمعت الترابيزه وخليتها زي الفل زي ما انتوا شفتوا. انا بقى بحب قوي قوي بقى فكره ايه ان المطبخ يبقى مكركب الكركبه الجامده قوي قوي دي، واجي بقى مره واحده كده اللي هو ايه اخش بقى كده بسمي طبعا استعين بالله كده واسمي كده واخش، تلاقي نفسك خلصت كده ما شاء الله. يعني بتفرحي، انت بتفرحي بالنتيجه اللي انت وصلت لها. يعني بص الرخامه كانت عامله ازاي وبقت ازاي ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا فعلا حرفيا ما حطيتش عليها حاجه طول ما انا شغاله كده. عايزه ايه الحاجه اللي اروقها ما اقعدش اكركب عليها تاني. وطلعت بقى سبونشه جديده برضه ايه تسخني كده بقى للمواعين الجامده اللي عندي دي، بحيث ان انا اخلص كله. يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا كده وبعد الفطار فعلا ما شاء الله، يعني مرات اخويا ما شاء الله صبنت قد كده، يعني عايزه اقول لكم ربنا يديها الصحه، فالحمد لله يعني. فطبعا لا برضو قمت بقى لقيت بقى لسه في بقى اطباق وحاجات وكوبايات، لما فضيت بقى الحاجات التانية برضو. فما شاء الله يعني كان في بقى المواعين. فالحمد لله يا رب، ويا رب كده يجمعنا كلنا على خير يا رب، ويجمعكم بكل حبايبكم كده وما يقطعلكمش عادة ابدا ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. فبص بقى هنا انا كنت حرفيا واقفه كده اللي هو لا انا هخلص المطبخ ده، يعني هخلصه اللي هو لازم هنجز فيه وهظبطه كده معاكم. والله قلت افتح الكاميرا كده عشان اشجعكم كده، ولو في اي حاجه عندك عايزه تخلصيها قومي خلصيها، وروقي الشقه وظبطي لنفسك كده اللي هو ايه تبقى الدنيا رايقه وتبقى انت مرتاحه، بحيث ان انت برضو اوعوا تخرجوا من رمضان دون وانتم بجد مش كسبانين فيه. يعني حاولي على قد ما تقدري تروقي حالك، بحيث ان انت تخلصي قرآنك وتعرفي تصلي تراويح، وتعرفي تبقي فايقة كده وقت الصيام كده، ما تبقيش نايمة على نفسك او تقولي على قد الاكل ولا كده، لا. حاولي على قد ما تقدري كده اختمي القرآن كده، حتى لو هقولك مرة بس حاولي بجد بجد بجد
انت نفسك هتنبسطي بنفسك جدا وهتفرحي. يعني مش هقولك اختميه مرتين ولا ثلاثة ولا كده، لا، على قد ما تقدري كده ان شاء الله اقرأي واختميه حتى لو مرة. بجد منقذ لينا يا جماعة والله يوم القيامة، يا رب كده يرزقنا الجنة جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. يعني حاولي تعملي اللي تقدري عليه بحيث ان انت تخرجي من رمضان دون كسبانة حسنات على قد ما تقدري. بجد شهر يعني بجد رهيب ما شاء الله، يعني بجد كله حسنات وخير وصوم وصلاة وتراويح. وبصوا، عايزة اقول لكم بجد هي كله شهر كده كله روحانيات كده جميلة قوي، وتحسوا ان هو لا بيجري، هو بيجري جري مش طبيعي. يعني فعلا بجد اخف ضيف ممكن تقابلوه في حياتكم هو شهر رمضان. بجد ضيف خفيف جدا جدا جدا. شوفوا هو اسمه شهر بس حرفيا بيعدي هوا. فالحمد لله يا رب كده يعود علينا الأيام جميعا بخير يا رب، اللهم أمين. فحاولوا كده على قد ما تقدروا تطلعوا كسبانين منه كده حسنات على قد ما تقدروا، لأنه فعلا بجد فرصة ما تعوضش طول السنة. وبصوا بقى انا هنا كنت خلاص اللي هو ايه، يعني بحاول كده اخلص على قد ما اقدر. ده انا عايزه اقول لكم بعد ما اخلص بقى هعمل البوتاجاز وهجيب بقى حلل بقى كبير. يعني الموضوع كبير يا جماعه والله مش صغير، بس الحمد لله. عارفين بتحسوا ان اللمه نفسها والتجمع ده تحسوا ان هو بيبسط الواحد، بتحس ان في طاقه كده حلوه. وبالذات لما تكون ناس بجد انتي حباهم جدا. فالحمد لله يا رب، يا رب كده يحبب فينا جميعا خلقه، اللهم امين يا رب العالمين. فبصوا بقى الموضوع انا عندي هنا، يعني بصوا قربت اخلص كده اللي هو المعالق والاطباق، فالحمد لله. قلت بقى هخلص كده واخش بقى على ايه الكوبايات، يعني ايه حاجة حاجة كده. انا بحاول ايه انظم نفسي كده بحيث ان اخلص من غير ما الاقي نفسي فيها رجالة كده وفي حاجة. يعني بحاول على قد ما اقدر كده ان انا اخلص كده ايه، يعني والدنيا مظبوطة معايا كده ومرتاحة نفسيا. وطول ما انت منظمة وقتك ومنظمة كده كل حاجة هتعمليها صدقيني بتخلصي وانت مرتاحة جدا. فالحمد لله. فبصوا بقى على قد ما تقدروا كده زي ما قلت لكم كده نظموا حياتكم. وفعلا فعلا بجد فكرة التفريزات طلعت بجد تحفة تحفة تحفة. يعني عايزة اقول لكم انا عملت المحشي حرفيا ما حسيتش بيه خالص بجد. يعني عملت المحشي ده اللي هو طلعت العلبة اللي هي بتاعت ده. هنا كان ابني ما شاء الله جاي بيرخم، فبقول على فكرة انا بصور، بيقول لي ايه ده بجد. فربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. المقصود طلعت العلبة اللي هي بتاعت الكرنب، وطلعت الورق العنب، وطلعت يعني بصوا اللي هي الصلصة وكل حاجة موجودة. انتوا عارفين ان هي الصلصة كنت عاملاها معاكم صلصة المحشي، كنت عاملة معاكم تفريز الكرنب. ولا ورق العنب ده كنت طبعا عاملاه مع نفسي بصراحة. وكانت والدتي برضو مدياني بصراحة كتير. فالحمد لله ربنا يديها الصحة وبركة العمر ويبارك لها يا رب في صحتها ويخليها لينا يا رب، اللهم امين. فكانت مدياني بصراحة ورق عنب فكان حلو جدا بجد. ده اللي عملت منه، اللي هو كانت مفرزاه اللي هو مش مسلوق. فلا ما كنتش متخيله ان هو حلو قوي كده. فطلع فعلا ما شاء الله حلو قوي. يعني سلقته وانا بسلقه هو تحسه بعد ما اتسلق هو كأني لسه جايباه ما شاء الله. فربنا يحسن ما بين ايديها يا رب ويديها الصحة وبركة العمر يا رب، اللهم امين. ويبارك لنا فيها. ف عملت طلعت برضو اللي هو الصلصة طبعا كنت عاملاها معاكم بتاعة المحشي. فعارفين اللي هو كل حاجة سهل في سهل كده الحمد لله. فالتفريزات بجد تحفة. انتوا متخيلين اللي هو انت حتى البصل مش بتقشري بصلاية. بس ممكن هقول لكم ساعة الخضار كده عملت بسلة بالكفتة الرز كانت ما شاء الله حلوة قوي. فهي دي تقريبا قطعت لها بصلايه كده، قلت يلا خلنا ايه اقطع من البصل دون عشان برضو احافظ على التفريزات عشان يكمل معايا بقية شهر رمضان، احنا لسه في اول رمضان. فكنت بحاول على قد ما اقدر استخدم ده وده، بس بامانه التفريزات بتريح جدا. فجربوها بجد تحفه تحفه تحفه. يعني حتى لو انت مش مفرزه كده حاجه، جربي كده مثلا وانت في شهر رمضان اعملي حاجه كده صغيره وتعالي في يوم جربي بقى انك تطلعي من التفريزات دي وشوفي الراحه قد ايه. فبجد حلوة جدا. فالحمد لله يعني احنا على قد ما نقدر كده بنحاول نسهل على نفسنا كده ونخف على نفسنا، بحيث ان ايه يعني برضو نبقى فاضيين كده شوية
يعني للعبادة وللصوم ان احنا نحاول برضو يعني نخلي بالنا برضو من العيال، لان برضو زي ما انتوا عارفين المدارس شغالة. فربنا يعيننا يا رب جميعا على كل امور بيتنا وكل امور حياتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فبص قومي بقى كده، حاولي لو انت لسه مخلصتيش كده يعني اللي وراكي، حاولي كده تقومي كده تتنشطي معايا بعد الفيديو ده. بس ما تنسينيش كده بقى باللايك والاشتراك كده ودعوة حلوة من قلبك. وخلصي كده كل اللي وراكي. انا عايزه اقولك الموضوع والله بجد، يعني هقولك واقفه او كده، بس والله بجد انا لما ببص في الاخر كده على الفرق بين اللي انا كنت يعني منظر المطبخ واللي انا وصلت له بقى في الاخر، لا بجد فرق كبير جدا 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 الحمد لله. فحاولت كده اللي هو ايه، بصراحة هخرج من المطبخ ده خليه زي القشطة، وفعلا يعني خرجت كده منه. المواعين كده بس اللي كانت على رخامة المطبخ كده بتتصفى، وقلت شوية برضو هخش انشفها، بس ايه كان لازم بقى اريح رجلي شوية. بصوا منظر البوتاجاز، الصدمة بجد ده صدمة لوحده. يعني الحمد لله. بس على مين برضو هعمله دلوقتي وهيبقى زي الفل. ما الموضوع بقى كان كبير بقى، كان فيه محشيات والرز والخضار، وكان ما شاء الله اللهم بارك كان حاجات بقى لحوم وكده، فلا لازم بقى ايه دعكة محترمة. فجيت بقى جيت هنا جبت سلكة كده اللي هي السلك البلدي ده، وقلت هدعكك دعكة حلوة قوي يعني بالعيون بكله، رغم ان العيون كانت نظيفة ما فيش غير العين الصغيرة بس هي اللي مش عارفة كانت متبهدلة تقريبا، كانت عشان كانت بنتي عاملة لي عليها قهوة قبل كده، فممكن تكون يعني ده اللي عملها، ممكن فارت منها او حاجة. انما بصراحة لا يعني الباقي كان بقية العيون كانت نظيفة، بس قلت لا هغسلها معايا بالمرة برضو عشان التحمير والطرطشة الزيت وكده، فقلت لازم يتغسلوا. فهي عامة الحاجات دي على فكرة مش بتاخد وقت، يعني مش هتاخد معاكي حاجة، بس هتخليكي بجد اللي هو انت ايه خارجة مبسوطة من كل حاجة. انت عاملة كل حاجة بإتقان كده وعاملاها كده براحة نفسية، ومبسوطة من اللي انت من اللي انت وصلتي له. فهي اصلا مش هتاخد مني دعك. فهي لما تكون لسه كده في اولها كده طرطشه الزيت او حاجه خفيفه كده، برضو زي ما انتوا عارفين لما بنيجي نحمر بيبقى فيه طرطشه كده من الزيت بتخلينا برضو ايه، يعني ممكن ما تبقيش شايفاها، بس انت لما هتعمليها على طول احسن ما تتراكم على العيون بالزيت. يعني عيون البوتاجاز دي مش هتاخد منك حاجه لما هتفكيها وتعمليها على فكره وانت بتعملي البوتاجاز، بس هترتاحي. مش دايما، مش لازم كل يوم او على طول. بس دلوقتي زي كده مثلا عندي عزومة، انا شايفة ان العيون نظيفة، بس مش هتحصل حاجة لو خدتها في ايدي كده بالمرة وهي كده، احسن ما تتبهدل جامد قوي واجي انضفها يبقى الموضوع صعب. فانت حاولي على قد ما تقدري كده لما تكون في حاجة بتعمليها، حاولي مش هتاخد منك حاجة. يعني انت دلوقتي لو هتعملي عندك حبة مواعين في الحوض ما فيهاش حاجة، لما لمع الرخامة معايا بالمرة كده ولمع البوتاجاز مش هياخدوا منك حاجة، بس هتلاقي بعد كده النتيجة ما شاء الله مبسوطة منها والحمد لله. يعني ربنا يا رب كده يدينا الصحة جميعا ويعيننا يا رب كده. فحاولي كده على قد ما تقدري خلصي كده يعني ايه اللي وراكي كده بإتقان كده شوية، هتلاقي الدنيا ما شاء الله ريحتك انت بعد كده. وعلى قد ما تقدري كده برضو ما تأثريش في العبادة، يعني ما تقوليش مثلا لا ده انا اصلا عندي وقفة في المطبخ كتيرة النهاردة ما اعرفش ايه، لا. حاولي تستغلي رمضان زي ما قلتلك، رمضان بجد بجد يعني فرصة ذهبية ما اقولكيش بجد عليها. وبرضه لو انت برضه في بيت حماتك او كده واكل وشرب وكده عند حماتك، لا يعني حاولي ايه تظبطي بقى وتوفقي بين يعني بين بيتك ودنيتك كده اللي هو في شقتك وبين مثلا حماتك. يعني انا عارفه ان الموضوع صعب كمان، لو الاصعب ان انت لو بتعملي عندك وبتعملي عند حماتك، يعني مش مثلا بتعملي عند حماتك وهتفطروا معاها وكده، ده ده الموضوع ده هقولك بيبقى اصعب. فربنا يعينك يا رب. بس حاولي توفقي كده وتظبطي، تبقي انت نازله مثلا من شقتك مروقه كده الشقه كنساها، مظبطه سريرك مظبطه كده حالك، وتعودي العيال برضو ان هم هيظبطوا سرايرهم. ده هيريحك انت انك انت تعودي العيال ان هم يظبطوا نفسهم كده، اللي هو يظبطوا سرايرهم ويعتمدوا على نفسهم، ده هيريحك انت صدقيني. فانك انت بقى برضو لما تكوني مثلا في موقف زي كده عند حماتك، او مش مثلا ما فيش حماتك انك انت لوحدك، برضو هيريحك انت، وهم في نفس الوقت هيتعودوا على ان هم يخلصوا كده حالهم ودنيتهم كده على طول.
من غير ما يعني مش لازم بقى يستعينوا بحد او يبقوا مستنيين ان حد هينظفهم، حد هيروق لهم، حد هيعمل لهم، هينظف لهم مكانهم، لا. فده بصي، وبتاخدي ثواب على كده يعني. احنا بنقف يعني بنعمل اللقمة بناخد عليها صدقة وبتتحسب لنا اجر. فتخيلي بقى لما كمان تعودي عيالك على كده، ده رهيب بصراحة يعني. حاجة حلوة جدا هتريحك انت وهتنبسطي منها. ما تتعوديش ان كل حاجة لازم اعملها انا بايدي، لا. الصحة بجد بجد يعني ما بتقعدش يا جماعة، والله بجد ما تهلكيش صحتك جامد عشان ما ترجعيش تندمي. فانا زي ما بقولك، لو انت مثلا عند حماتك كده هتعملي تظبطي شقتك، هتجهزي مثلا الاكل اللي انت هتعمليه، تبقي مجهزه وعارفه انت هتعملي اكل ايه. ويا سلام بقى لو عامله عصيرك وحالك كده من قبلها بالليل كده، صدقيني هترتاحي جدا جدا. فربنا يا رب كده ايه يعني يعيننا ويقوينا يا رب. فانت على قد ما تقدري تظبطي كده نفسك وحالك، ما تقوليش خلينا انزل بسرعه اخلص لها واطلع ابقى اعمل عندي. لا، تعملي انت عندك وتظبطي كده نفسك. هي يعني مش هتكمل معاكي ساعة زمن، او يعني هنقول نص ساعة، ساعة لو الدنيا مثلا رايقة. مش رايقة قوي ساعتين مثلا، لو هتبقى فيها حاجات كتيرة قوي وتبقي مثلا مطلعة الحاجة اللي انت هتعمليها. وبالذات بقى في التفريزات انت هتريحك جدا. فانك انت تلاقي نفسك مظبطة كده ومطلعة حاجتك وعلى طول، غير هتطلعي من عند حماتك دب ترخ عملت الاكل ما شاء الله مفيش، وشقتك رايقة. عشان برضو يضمن شكلك قدام جوزك. تخيلي لما تبقى يلاقيكي ما شاء الله مخلصة عند حماتك ومخلصة شقتك ومظبطة كل ده، فما شاء الله يعني. هقولك الله اكبر كده، يا بختك حلو قوي زي الفل. فربنا يا رب كده يديك الصحة ويعينك. فبص بقى، انا هنا كنت جبت بقى الحلل الكبيره يعني، خلصت المواعين كده وقلت يلا بقى كده ايه، اخد بقى الحلل الكبيره معايا بالمره، ولا افضي الحلل كده واظبطها عشان ايه اخلص كله. يعني انا شلتها هنا، كنت حطها على البوتاجاز لما جيت اعمل البوتاجاز. شلتها وحطيتها كده على الحوض، مرضتش برضه احطها على ترابيزه المطبخ، قلت مش هحط عليكي حاجه. وخلصت كده الحلل كلها الحمد لله. وبص بقى البوتاجاز، انا كنت عندي كيلو لبن، كانت قلت البنت تجيبه معاه وهي جايه. فجابت كده كيلو اللبن، وقلت ايه هغليه برضو بالمره وانا واقفه. يعني بص بقى هنا كنت قلت ايه خلاص بقى، قلت هحط العيون كده يعني ايه بولع عليها كده، مفيش ما بكملش دقيقه بتنشف معايا حلوة قوي، بحيث ان هي ما تصديش وتبقى يعني حلوة معايا. وحطيت بقى بالمرة وانا مولعة النار كده، حطيت اللبن والفوارة بتاعت اللبن كده، قلت عشان ايه اللبن ما يفورش. انا بحبها جدا فكرة الفوارة دي، تحفة والله يا جماعة، جربوها حلوة قوي. وهنا بقى دخلت على الحوض، قلت بقى هدعكه كده واظبطه كده حلو قوي عشان الدنيا ايه تبقى نظيفة معايا. انتوا متخيلين هتشوفوا منظر المطبخ اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو؟ يعني بصوا بجد بجد انا عايزاكم بقى تشجعوني كده يا جماعة. واللي وصل معايا لهنا ما تنسوش حطوا اللايك بالله عليكم، اللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. وبص بقى كانت الدنيا خلاص، انا كده كنت خلاص في الاواخر. بصوا الروقان، يعني انتوا متخيلين كمية المواعين؟ انتوا هتشوفوا كمية المواعين انا سايباها بتتصفى، انتوا هتشوفوا المنظر. يعني الحمد لله، بصوا الروقان والنظافة، يعني حاجة كده بجد. لما اخش اعمل بعد كده الاكل او السحور تديني طاقة ايجابية. بصوا كمية المواعين ما شاء الله، ده غير بقى الاطباق والحاجات اللي اتحطت في المطبقية والكوبايات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش كده باللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. واشوفكم ان شاء الله يا رب كده على خير في فيديو جديد. ويلا بقى كده اتحمسي وخلصي كده كل اللي وراكي.